قال ابن كثير رحمه الله: وقبض صلى الله عليه وسلم حين اشتد ضحى يوم الاثنين من ربيع الأول. هذا يوم الوفاة، يوم الاثنين من ربيع الأول كانت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هناك منظر بهيج عجيب، منظر خلاب عظيم للغاية، وهو نظرة الوداع، نظرة النبي عليه الصلاة والسلام، نظرة الوداع لصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا منظر حقيقة يأخذ بالنفوس أخذا عجيبا. وذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي وافته المنية فيه يوم الاثنين، وكانت وفاته في الضحى، في ذلك اليوم نفسه والناس صفوف يصلون الفجر خلف أبي بكر رضي الله عنه، ففتح النبي عليه الصلاة والسلام الستر وأخذ ينظر إلى أصحابه رضي الله عنهم نظرة وداع، نظرة وداع، يودع صحابته الكرام في النظرة الأخيرة التي نظر إليهم فيها صلوات الله وسلامه عليه، وابتسم صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى منظرا مبهجا مفرحا غاية الفرح، وهو الناس في المسجد صفوف مجتمعين يؤدون فرض الله سبحانه وتعالى، قائمين بهذه الفريضة العظيمة.